صباح الخير عليكم خياتي، مساء الخير عليكم. ان شاء الله يا ربي لا فيديو تاعي تلقاكم بخير وعلى خير وتلقاكم دائما بصحه وعافيه ان شاء الله. اول شيء نديروه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نروح ان شاء الله اليوم الوصفه تاع المقروط، كنت ديجا شاركتها معكم في بداياتي ودوك حبيت نعاودها معكم. هنا اول حاجه درتها نروح مباشره يعني للوصفه. اول حاجه درتها خذيت 3 كيلات تاع تشيشه متوسط يكونوا بومبي. وهنا اذا اول مره حبيبتي تشوفي قناتي ما عليك غير تشتركي في القناه باش كي ندير جديد ان شاء الله يوصل. ومنيش بهذاك الجام باسكو هذاك الجام هو اللي يطلع الفيديو وهذاك هو اللي يحفزنا باش دائما نعطيكم مواصفات. هنا خياتي خذيت 3 كيلات تاع الشيشه، خذيت معاها ملعقه معمره تاع لافاني وزدت معاها ملعقه تاع السكر فوالا ورشه تاع الملح باش هكذاك نعطو ما يجيناش المقروط تاعنا مسوس. نخلطو كامل النواشف بهذه الطريقه. انا خياتي ناخذ كيله تاع سمن كنت ذوبته وخليته برد، كيله غير صبع والصبع الباقي تكملوه بالزيت، ولا اذا حبيتو كيله كومبلي تاع سمن، يعني هذا الشيء قاد ليكم. نخلطوه وندخلوه كامل في الشيشه تاعنا. وهنا خياتي باش ما يتفتلكمش المقروط تاعكم في المقله، شوفوا هذه الطريقه، تاخذي بياض بيضه وتدخليها داخل الخليط ديالك هكذا باش المقروط تاعك كي تحطيه في المقله ما يتفتتلكش. يعني هذه طريقه هايله، جربيها ورجعي لي بالخبر. هنا باش بعد ما خليته ليله كامله هذيك الشيشه شربت كامل السمن هذاك. شوف كيف تشكل لي كره. هنا لازم يجي هكا بهذه الطريقه كي تعبز عليه يتجمع. انا نحاول اني نفتت كامل الشيشه ديالي، نتخلص كامل من الكريات اللي كاين داخل، نحلو كامل. انا خذيت كميه تاع الشيشات كوتي ومن بعد نقول لكم واش ندير بها. ونحاول نحل كامل هذيك الشيشه في حين ناخذ نفس الكيله نديرها نص ماء ونص ماء زهر. فوالا ونبلل فيه كامل الكميه ديالي. بهذه الكيفيه. واذا حبيتي انت تاخذي كميه وتبليها بالتدريج هذه شيء يعني يولي ليك. شوفوا نشبكو كامل ولكن ما نعجنوش، هذا لانك تعجني باسكو اذا عجنتيه يولي المقروط تاعك يابس. نجمعو برك هكا بهذه الكيفيه. كل ما تلاقي بهذوك الكرات هذوك حليهم باش ما يجيلكش معجن. شوفوا خياتي هنا هاي لي كيفاش جاتني لاباط ديالي، راني نديري فيه اذا ما فيهش يعني سميد مكعبر. هنايا شوفوا التمر ديالي، حبيتو تستعملوا التمر تاع التمر العادي هذا كيجي بنين على هذا. هنايا التمر ديالي حكمتو فورتو ولا شمخ، تقدري تشمخيه، وانا درت له شمختو ودرت له شويه قرفه جالي طري هايل. هنا خديت كميه تاع العجين، شوف كيف حليته، نحلو كامل ونحل نلويه من بعد نحل في الوسط
وندير المقروط التمر ديالي راني نتلف اليوم. ندير التمر ديالي. شوفوا نخلو 1 سنتيمتر في الاطراف باش هكداك ما نرموش هذاك العجين، باش لي كوتي كي تنحيهم ما يجيش فيهم التمر. وهذيك الكميه تاع الشيشه اللي نحيناها من عندي شوف خياتي نفكوها بهذه الطريقه باش هكداك المخروط تاعنا يجي مرمل ويجي الشكل تاعو بزاف شباب. ونحو كامل الزوائد اللي من الفوق ونبداو نقطعوه. انا نحو الاطراف، نحاول اني نحي كميه قليله يكون فيها التمر باش تبان في الكوتي برك. ونقطع البودان ديالي. كي نقطعو خياتي نبداو نشكلو فيه بهذا الكيف، نسقموه في لي كوتي. شوفوا بهذه الطريقه باش يعطينا الشكل الشباب حتى وين نكمل كامل الكميه ديالي. ان شاء الله خياتي تجربوا هذه الوصفه، فريمون بزاف ناجحه وتجيكم بزاف طريه وبنينه. ان شاء الله تجربوها، واذا جربتوها بعثوا لي يعني الاطباق تاعكم عبر الانستغرام وصفات كاميليا، ولا عن طريق الفيسبوك، الصفحه تاعي تاع الفيسبوك. انا خياتي بعد ما خليت الزيت سخن وتستيتو بهذاك الاطراف اللي نحيتو لي كوتي، نحط هنايا المقروطات ديالي، نحطهم على نار قويه ومن بعد نقص الفرن ونخلوه يتكمل. لازم يطيب لنا من برا ومن الداخل، تخلوه كيفاش يطيب لك من برا ومن الداخل، ما يجيلكش معجن من الداخل. هنا بعد ما طابوا لي المقروطات ديالي مباشره نرميهم في العسل. لازم يعطينا لون ذهبي ونرميهم مباشره في العسل. اللي جربت اي وصفه من الوصفات تاعي ماذا بيا برك تواصلوا معي عن طريق الانستغرام ولا الفيسبوك، وتوروا لي التطبيقات تاعكم هكذايا، يعني باش نحطها عندي في المنتدى. وهذا الشيء يعني يفرحني. هاوليك خياتي المقروط ديالي شهيتكم في الجنه ان شاء الله. يجي بزاف شباب بزاف بنين وتحمري به وجهك قدام ضيوفك. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، واش نقول لكم بقوا على خير خالتي خياتي خواتاتي.